السلام عليكم. الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الكام ساعة الأخيرة جمعت بين زوجين فدفعت حياتها ثمن حكاية النهاية لحسناء أكتوبر. الموضوع اللي حصل في منطقة الجيزة، تحديدا منطقة أكتوبر، العقار السكني اللي وجدوا تحتيه جثة متواجدة. شرطة النجدة على طول جت بعد البلاغ اللي تلقته من المواطنين اللي ساكنين في المنطقة هناك أو في المكان اللي هناك أو العقار السكني اللي موجود. شرطة النجدة جت على طول، المباحث جت وبدأت التحريات وبدأوا يعرفوا الموضوع. هنرجع للموضوع من فترة قريبة. الست العشرينية أو الحسناء العشرينية رحمة الله عليها، اللي تزوجت زيجة عادية جدا وكانت فيها الحب والود والوئام وما كانش فيه أي مشاكل. مش هنتكلم عن تفاصيل الموضوع ده تحديدا، ولكن هنتكلم إن الزوجة كانت متجوزة جواز شرعي 100%. بعدها على طول اتعرفت على أحد الأشخاص أكبر منها بحوالي 6 أو 7 سنين. بعدها على طول دخلت معاه في علاقات غير شرعية. بعد التعارف على طول بدأ إن هو يغويها ويستقطبها، وبعد ما دخلت هي كمان الطي دي ودخلت كمان الطين برجليها، راحت بعد كده معاه الشقة بتاعته المتواجدة في منطقة أكتوبر. العلاقات الغير شرعية كانت ما بينهم كانت ممتدة فترات طويلة، وكانت قايله له ان هي مش متزوجه ولا اي حاجه، يعني كانت بتلعب عليه من البدايه، وكانت بتكذب عليه برضه من البدايه. ارتبط بيها الشخص اللي احنا هنتكلم عليه، ارتبط بيها زي ما بيقولوا حبوا بعض حب وهمي، ولكن هو في المقام الاول حب جنسي. قررت بعدها على طول ان هي تروح معاه في الشقه في اكتوبر، وتعددت اللقاءات الغراميه ما بينهم جوه شقته في منطقه اكتوبر. كانت بتروح وبتغيب، تغيب فترات طويلة وبعد كده ترجع له، لغاية لما قررت إن هي تتجوزه عرفي علشان الدخول والطلوع، ومحدش يتكلم على الشخص ده إن في حد طالع أو حد نازل من العقار أو من الشقة بتاعته السكنية. بعدها على طول بعد ما اتجوزوا عرفي تعددت اللقاءات طبعا، وامتدت ساعات طويلة أطول من اللي فات. في يوم من الأيام خرجت الست اللي متجوزة الشخص ده أو الشخص التاني اللي متجوزاه عرفي، خرجت وما رجعتش لمدة 10 أيام أو أسبوعين، ورجعت له بعدها بتقول له أنا جيت وموجودة ومتواجدة. في الوقت ده بهدلها وبستفها وطلع عينيها زي ما بيقولوا. دلوقتي هما متجوزين جواز عرفي، فأصبح إنه له حق عليها إن هو يعمل لها كل الحاجات دي، وخصوصا إن هي غابت عنه لمدة 10 أيام أو أسبوعين. حصلت الخلافات ما بينهم كتير لغاية لما رجعت البيت تاني في أكتوبر ورجعها، وامتدت العلاقة الغرامية ما بينهم هما الاتنين والليلة الحمر اللي كانت ما بينهم. بعدها على طول قرر إن هو يعمل حاجة معينة. قالت له أنا هخرج علشان أهلي وهرجع لك تاني. في الوقت ده قال لها مفيش نزول ولا في خروج. في الوقت ده قرر ان هو ينزل بعد ما قضى حاجته او العلاقة الغرامية اللي كانت ما بينهم هما الاتنين، وبعدها على طول خرج من الباب وقفل الباب من بره وقفل عليها الباب علشان ما تخرجش مرة تاني او تهرب. في الوقت ده بعد ما خرج ومشي، والمفروض انه هيرجع تاني اخر الليل علشان يكمل بقية السهرة الغرامية بتاعته مع الست اللي متجوزها عرفي. ايا كان، الست ما عرفتش تعمل اي حاجة اللي هي انها تفكر في حاجة معينة. زوجها الشرعي الاولاني اللي المفروض تتواجد في بيته ليل نهار هتقول ايه وهتعمل ايه، وخصوصا ان جوزها العرفي اللي متجوزاه خرج وقفل الباب عليها من بره. كل اللي عملته جمعت ملايات السراير اللي موجودة في الشقة وربطتها مع بعض زي ما بتشوف في الافلام، ورمت الملايات كلها من الدور الثالث في العقار السكني المتواجد في اكتوبر. ولكن علشان جسمها تقيل شوية والربطات اللي كانت عاملاها مش محكمة بطريقة كويسة، وقعت على طول ماتت في الحال. حاولت ان هي تهرب من جوزها العرفي علشان تروح لجوزها الشرعي
علشان ما يستعجلهاش او علشان ما يقولهاش انت اتأخرتي في المنطقة الفلانية او فين مكانك. حاولت ان هي تهرب من البيت بتاع جوزها العرفي، ولكن القدر شاء وكتب كلمته. ماتت على طول وهي بتنزل من العمارة، او هي بتنزل كمان من البلكونة اللي هي حاولت ان هي تنط منها. بعدها على طول اتصلوا الاهالي بجوزها او بجوزها العرفي، قالوا له الحق مراتك توفت، مراتك ميتة. جري على طول على البيت علشان يعرف فيه ايه، علشان يلقاها جثة متواجدة تحت العقار السكني اللي هم قاعدين فيه. الشرطة جت والمباحث جت وبدأت التحريات كلها يعرفوا الموضوع. الزوج قال كان في خلافات ما بيني وما بينها وانا متجوزها عرفي، وطلع لهم شهادة الجواز العرفي. المفروض في الوقت ده مفيش مشكلة عليه، ولكن بعدها على طول رئيس المباحث بدأ يعمل التحريات الخاصة بتاعته علشان يلاقي ان الخلافات الأسرية عمل فيها بالظبط الزوج زي ما قال ان هو قفل عليها الباب وخرج بره. ولكن المفاجأة الأكبر من ده كله، عفوا لو التليفون وقع، علشان يلاقوا بعدها على طول ان الزوجة كانت متجوزة جوازة تانية او جوازة شرعية، ودي طلعت الجوازة التانية ليها. علشان كده عرف الزوج التاني الموضوع كله. الموضوع كله زي ما بنقول خلطبيطة كده، زي ما بنقول كله داخل في بعضه. حاجات كتيرة حصلت في اليومين اللي فاتوا، المفروض اللي احنا نعرف نتكلم عليها ونقول ايه. الزوجة اللي عملت الموضوع ده وهي متجوزة جواز شرعي، اللي خلاها تفكر في الجنس او تفكر في الموضوع ان هي تروح برجليها لخاية معينة، وان هي كمان تكذب او تخش في نزوة او تخش في علاقة غير شرعية مع احد الاشخاص. ويا ريتها ان هي تكون نزوة فقط لا غير او علاقة عابرة وهتمشي على طول، ما بنقولش ان ده صح، ولكن هي حتى ما عملتش كده. كل اللي عملته ان هي كمان كذبت عليه وقالت له انا مش متجوزة ويلا نتجوز عرفي. الموضوع كارثة بشتى المقاييس. الزوج الاولاني او الزوج الشرعي اللي اكتشف ان زوجته هو هيدفنها او هو رايح المشرحة علشان يجيبها يدفنها في المقابر بتاعته، ان هي كانت بتخونه وعلى علاقة بشخص اخر، بل وكان ان هي كمان كانت متجوزاه عرفي علشان تقدر وتدخل وتخرج وتعمل كل الحاجات دي كلها. حسرة الزوج ده شكله ايه؟ الزوج اللي بينزل من الصبح لغاية بالليل علشان يقدر يكفي معيشته اليومية، منظره ايه؟ منظر الست دي رحمة الله عليها مش منظرها بعد ما ماتت، منظر اهلها ايه وهم بيواجهوا زوجها الشرعي في حاجة زي كده، وزوجها العرفي اللي اتاخد على قفاه في موضوع كبير علشان ينبسط بأيام معينة او ينبسط بساعات معينة، دخل في خية ما يعرفش عليها اي حاجة. الموضوع زي ما قلنا متشابك وداخل في بعضه. رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ عفوا في ستات كتيرة جدا، مش هننكر ومش هنكذب ومش هنحط راسنا في الرملة، بتعمل حاجات زي كده كتير، ولكن بيعملوها لمجرد النزوات. ممكن يبقى غلط الراجل هو الأكبر من الست لأنه سايبها ال 24 ساعة قاعدة لوحدها، أو إن التربية بتاعتها مش سليمة أو مش كويسة، أو إن الشيطان بيتخللها في بعض الأوقات وبتعمل الحاجات دي كلها. رأيكم في الموال ده ايه او الموضوع ده ايه؟ مش هنقول الست اللي ماتت رحمة الله عليها ملهاش علينا الا الرحمة، يعني مش هنقول عليها الا الله يرحمها، ولكن هنتكلم في الموضوع اكتر من كده تفصيلا. بمعنى الزوج هل يكون عليه لوم اللي هو الزوج الشرعي، والزوج التاني اللي هو اتجوزها عرفي هل برضه يكون عليه لوم ولا لا؟ والزوجة اللي بتفكر بتعمل حاجة زي كده او بتخش في علاقات عابرة ما بين الرجالة بحجة ان جوزها مش متواجد او ان في خلافات ما بينهم هما الاتنين، رأيكم في الست دي برضو ممكن يكون ايه؟ النوادي مليانة والكافيهات مليانة، كلهم متجوزين، ولكن كلهم عقلهم ساعات بيطرقع وبيدخلوا في علاقات او في نزوات ما بيعرفوش يطلعوا منها الا بجريمة معينة. الست ما عملتش اي حاجة الا هي ان هي حاولت ان هي تهرب من البيت للراجل اللي متجوزاه عرفي وهو ما يعرفش الموضوع، ولكن يشاء القدر عشان يكتب النهاية في العقار السكني في منطقة اكتوبر لجوازها العرفي التاني، علشان بعد كده الموضوع كله يتعرف والفضيحة تكبر وتبقى بجلاجل. نستنى آرائكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم في الزوج الأولاني، هل هو صح ولا غلط؟ هل هو كان سايب مراته ولا لأ؟ ما نعرفش التفاصيل، ولكن الرأي بصفة عامة الزوج التاني اللي هو اتجوزها عرفي علشان ساعات معينة، والزوجة اللي بتعمل كده في حق جوزها أيا كان.
سلام عليكم.